بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي وأعزائي ومحبي السينما، أهلا بيكم وسهلا. في ناس في التاريخ اتظلموا ظلم بيخلي قلبك ينقبض لما تسمع حكايتهم، وناس عاشوا ودفنوا وراحوا من غير ما الناس تفتكرهم. اللي بنحكي عنها النهاردة واحدة من دول، قالوا عنها قبيحة لكن محدش شاف الجمال اللي جواها. بهيجة رشدي، الست اللي دفعت حياتها تمن لشرف أختها وماتت وهي ماسكة في إيديها مهر أختها. اسمها الحقيقي كان بهيجة مصطفى رشدي أحمد مصطفى، من مواليد سنة 1917 في محافظة الشرقية، وماتت في 12 يناير سنة 53. اتولدت في بيت فقير جدا، وكانت الطفلة السادسة وسط 5 إخوات بنات. أبوها كان عنده عقدة بسبب إن كل خلفته بنات، وكان بيتخانق دايما مع أمها علشان خلفتها بنات، وفي الآخر ساب أم بهيجة وراح اتجوز واحدة ست تانية، وحلم إن التانية دي تولد له الولد اللي يشيل اسمه. وفعلا مراته التالتة خلفت له 3 بنات كمان، وبقى عنده 10 بنات. في الحمل الخامس خلفت الولد أخيرا، بس للأسف الأم والولد ماتوا مع بعض، ومن ساعتها أبو بهيجة انهار وساب البيت ومشي. أم بهيجة لمت الولاد 10 وربتهم لوحدها، وبهيجة كانت السند الوحيد ليها. قررت بهيجة تبيع البيت وتسافر مع أمها للقاهرة. سكنوا في أوضة فوق سطوح أحد البيوت، وبدأت بهيجة تدور على شغل. اشتغلت دلالة تبيع هدوم قديمة في الشوارع علشان تصرف على اخواتها، لكن الحظ ما كانش رحيم. أمها تعبت وجالها السل، واتحبست في المستشفى الصدري، وبعد أيام ماتت الأم، وسابت بهيجة لوحدها في وش الدنيا تربي 10 اخوات. وسط كل ده كان في أخت من اخواتها جميلة بشكل ملفت، الناس كلها بتتكلم عن جمالها، الجيران والمعارف، لكن الجمال ده كان نقمة. في بلطجي وفتوة في المنطقة بدأ يضايقها ويتحرش بيها، بس الأخت الجميلة ما كانتش بتحكي البهيجة علشان ما تزعلهاش. في يوم بهيجة شافت إعلان عن دور صغير في فيلم ليلة الدخلة بطولة إسماعيل ياسين، وقدمت فعلا وخدت الدور بتاع سوسو بنت المعلم الخرطوش، وكان ده أول وآخر دور في حياتها. وفي يوم الباب خبط، ولقيت البلطجي واقف قدامها وبيقول لها أنا عايز أتجوز أختك. هي طبعا رفضت، بس هو أصر وقال لها هيدفع مهر 1000 جنيه. لكن بهيجة قالت له بصوت عالي قدام الناس فلوسك دي حرام، دم الناس الغلابة، انت حرامي، وطردته من البيت. البلطجي حلف وقتها انه ما يسيبهاش وانه هينتقم منها. المهم الاخت اتخطبت، وخطيب الاخت كان شاب غلبان بس محترم، وكان عايز يتمم الموضوع على بركة الله. المهم انه كان محتاج 100 جنيه علشان يتمم الجواز. بهيجة قررت تدور على شغل تاني، فعرفها ريجيسير، والريجيسير ده عرفها على فيلم جديد اسمه حلاوة الحب بطولة نعيمة عاكف، وكان في دور صغير. وهي في الكواليس شافها الفنان الكبير سليمان نجيب وهي بتعيط، سألها مالك، فحكت له كل حكايتها، ومن غير تفكير طلع من جيبه 100 جنيه واداهم لها، وقال لها لو البلطجي ده عمل معاكي حاجة كلميني فورا وانا بلغ عنه الشرطة. بهيجة كانت فرحانة جدا، والفلوس في ايديها والمهر خلاص جاهز. رجعت البيت، بس البلطجي كان مستنيها في نص الطريق. قال لها يا اما اختك تتجوزني
يا إما أنت هتموتي دلوقتي. قالت له هموت أحسن، بس أختي مش هتتجوز واحد زيك، لو قتلتني ذنب إخواتي في رقبتك وربنا كبير. ضحك وقال ما يهمنيش لا ايتام ولا ربنا، وقال بصوت عالي انا رايح اجيب المأذون وهتجوزها غصب عنكم. قالت له بهيجة قدام الناس حتى لو جبت الدنيا كلها اختي مش هتلمسها. البلطجي كان واقف مع فتوات وكلهم معاهم عصيان وخشب، والخشب ده فيه مسامير، وفجأة مسك خشبة مليانة مسامير وضرب بهيجة على دماغها بكل عنف. الدم اتفجر من راسها، وقعت على الأرض وماتت في ساعتها وهي ماسكة ال100 جنيه في إيديها مهر أختها. الناس اتجمعت واخواتها بيصرخوا ويعيطوا، واختها الجميلة وقفت جنبها وهي بتبكي وقالت دفعت حياتك علشان مهر جوازي يا بهيجة. البلطجي هرب، لكن القصاص جاله بعد فترة، راح الصعيد وتعرف على بنت هناك واغتصبها، ولما أهلها عرفوا اتلم عليه 20 راجل من عيلة البنت، قتلوه هو و4 من عصابته. أما هو صابوه برصاصتين في رجله وجردوه من ملابسه بالكامل ورموا عليه بنزين وولعوا فيه النار، وكان بيجري وهو مولع لحد ما الجثة احترقت بالكامل وما فضلش منها غير العظام. اختها فرحت بالقصاص وراحت لقبر بهيجة وقالت ربنا انتقم لك يا اختي. جابت 4 بنات وسمت بناتها الكبيرة باسم بهيجة، وكبرت الطفلة وبقت دكتورة، وكانت الأولى على دفعتها وسافرت ألمانيا تتخصص في طب النساء والولادة. هو في ألمانيا قابلت طبيب أجنبي متخصص في علم الأجنة، اتكلموا عن الإسلام وقالت له إن في آية بتقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. شرحت له معناها، انبهر بكلامها وطلب منها كتاب عن الإسلام، وبالفعل أعلن إسلامه واتجوزها وخلفوا 4 أولاد. عاشوا في بريطانيا وبعدين رجعوا مصر. بنت أخت بهيجة بنت الست اللي دفعت عمرها علشان أختها رجعت مصر وبنت مسجد باسم خالتها بهيجة رشدي، وما زالت الطبيبة دي عايشة في القاهرة مع ولادها حتى الآن، شايلة اسم خالتها بقلبها. رحم الله بهيجة رشدي، الست اللي كانت كومبارس في السينما بس بطلة حقيقية في الحياة، بطولة من نوع تاني، بطولة ما بتتشافش على الشاشة لكن التاريخ ما بينساهاش. دي كانت قصة واحدة من المنسيين، وإن شاء الله هتابعكم بقصص أخرى لناس كتير جدا ظلمها الإعلام، وآن الأوان عن طريق قناة كوكب الشرق إن احنا ننصفهم ونديهم حقهم. شكرا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.